هل تريد معرفة موعد موتك؟ حمل الآن. في إحدى الليالي الهادئة جلس عمر في غرفته المظلمة يتصفح هاتفه بلا هدف. لفت انتباهه إعلان غريب ظهر فجأة: حمل الآن تطبيق الظل، التطبيق الذي يكشف لك موعد موتك. ابتسم عمر بسخرية وقال لنفسه: ما هذا الهراء؟ لكنه بدافع الفضول ضغط على الرابط. لم يجد التطبيق في متجر رسمي، بل في صفحة مظلمة تحمل أيقونة غريبة كظل إنسان بلا ملامح. تردد لثوان ثم ضغط زر التحميل. ما إن فتح التطبيق حتى ظهر أمامه جملة ستموت بعد، بتضيء بالأحمر، وعد تنازلي: 6 أيام، 14 ساعة، 27 دقيقة. ارتبك عمر ثم ضحك ليخفي خوفه. أقنع نفسه أنها مجرد خدعة، لكن الليلة لم تمر بسلام. فمع دقات الساعة 2 بعد منتصف الليل بدأ يسمع همسات خفيفة في أرجاء الغرفة، كلمات مبعثرة تتكرر: ستموت قريباً، ستزول. في اليوم التالي حاول مسح التطبيق، لكنه لم يجد خيار الحذف. كلما أعاد تشغيل الهاتف ظهر العد التنازلي أمام عينيه. الأسوأ أن الأرقام تنقص بدقة مخيفة، وكأنها مرتبطة بعقارب ساعة لا تخطئ. في اليوم الثالث بدأ يلاحظ شيئاً آخر. الكاميرا الأمامية للهاتف كانت تفتح تلقائياً. في كل مرة ينظر فيها للشاشة يرى خلفه ظلاً أسود يقف في الزاوية. يلتفت سريعاً فلا يجد شيئاً. ازدادت حالته سوءاً. لم يعد ينام بسلام. كل ليلة يسمع طرقاً خفيفاً على باب غرفته، ثم يعلو صوتاً كأن أحدهم يكتب على زجاج النافذة: تبقى لك 3 أيام. حاول عمر أن يخبر صديقه الأقرب، فأراه شاشة الهاتف والعد التنازلي، لكن صديقه لم ير شيئاً. بدا الهاتف فارغاً أمامه. عندها أدرك عمر أن ما يراه لا يظهر إلا له وحده. مرت الأيام ثقيلة حتى جاءت الليلة الأخيرة. لم يبقى سوى دقائق معدودة. جلس عمر متجمداً في مكانه يراقب الأرقام وهي تقترب من الصفر. فجأة انطفأت كل أنوار البيت وغرق في صمت خانق. اهتز الهاتف بعنف بين يديه، وظهر وجه أسود بلا ملامح على الشاشة يبتسم ابتسامة مشوهة. انقطع النفس من صدره، وشعر بيد باردة تمتد من الهاتف نفسه لتقبض على معصمه. صرخ عمر محاولاً المقاومة، لكن صوته اختنق، ومع آخر ثانية على المؤقت ابتلعه الظل داخل الشاشة. سقط الهاتف على الأرض وانطفأ تماماً. في صباح اليوم التالي دخلت والدته الغرفة. كانت فارغة. لم يبق سوى الهاتف موضوعاً على الطاولة وشاشته مظلمة. وعندما حاولت تشغيله ظهر العد من جديد، لكن هذه المرة كان يكتب: الضحية التالية أنت.